كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. الفتة من أكتر الأكلات اللي ليها جماهيرية في العيد. تعالوا نعمل النهاردة فتة موزة خطيرة. في ناس بتفضلها باللحم الضاني وفي ناس بتفضلها باللحم البقري. أنا بصراحة بحبها باللحم البقري. أول حاجة هنشوح الموزة بتاعتنا في معلقة كبيرة من السمنة، عليهم شوية بس من الزيت عشان ما تتحرقش. وبعد ما بتاخد لون حلو هننزل بقى بالمطيبات بتاعتنا، ورق لورا وحبهان ومستكة، ونحط معاهم طماطمايه وشوية من الجزر وبصلايه. وبس كده هنحط المية بتاعتنا ونسيبها تكمل سواها. وهنحط طبعا هنضيف عليهم الملح والفلفل. وعلى ما اللحمة تكمل سواها هنحط العيش بتاعنا عشان يتحمص. انا بقطعه وبحطه في الاير فراير، في ناس بتحمره وفي ناس بتحطه في الفرن، اي حاجة بتفضلوها عادي. حطيته في الاير فراير بس 10 دقايق على درجة حرارة 180، مش اكتر من كده. ونيجي بقى للتقلية، هننزل بشوية من الزيت، 5 أو 6 معالق من الزيت، عليهم معلقة كبيرة من التوم، حوالي 6 أو 7 فصوص. هنديلهم كده تشويحة يبدأوا يطلعوا ريحة. وهننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الكزبرة، وساعتها هتبدأوا تشموا فعلا ريحة حلوة قوي. عليهم ربع فنجان من الخل، وشوية من عصير الطماطم، دي كانت حوالي كوباية من عصير الطماطم. وهنحط عليهم نص معلقة من السكر، وعليهم حوالي معلقة من الملح. وبس كده هتسيبها تتسبك مع بعض. ونيجي بقى للرز بتاعنا. الرز هيكون مغسول ويكون ناشف، وهننزل في معلقتين كبار من السمنة. الأول نقلب الرز اللي يتغلف بالسمنة، وبعد كده هننزل بالشوربة. الفتة بتتعمل، الرز بيتعمل بالشوربة مش بيتعمل بالمية. دي خطوة بقى اكسترا. هنجيب طاسة كبيرة او صينية، وهنجيب العيش بتاعنا اللي احنا حمصناه، هنحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، ونقلب فيها العيش. وبعد ما بيتحمص سنة صغيرة هننزل بس بفص واحد من الثوم، وعليهم شوية شوربة، بس كبشة واحدة من الشوربة، وعليهم شوية من التقلية بعد ما بتكون خلصت. بتدي طعم حلو قوي. والموزة بتاعتنا بعد ما بتخلص بننزل نحمرها الأول في معلقة كبيرة من السمنة، وبتكون الوصفة خلصت. وبعد كده بنيجي بقى للتقديم، بتقدموها بأي شكل بتحبوه. أنا الأول بحط الرز، بحط قصدي العيش، وبعدين بحط عليه الرز، وبعملهم يعني كذا طبقة مع بعض. وبعد كده بقى بنيجي نحط الموزة بتاعتنا. انا بحطها كده، في ناس بتبقى عاملة اصلا الموزة متقطعة، بس انا بحب شكلها لو في عزومة او كده، بحب يكون شكلها كله على بعض. بحط العيش من حواليها، وبعدين بقى بنغرقها بشوية من الصلصة اللي احنا عملناها، بننزل عليها بشوية كتير، وبيكون الطبق خلص. هو انتوا بجد مش متخيلين هو قد ايه طبق حلو، مش متخيلين الريحة قد ايه حلوة. جربوه وانا متأكدة ان هو هيعجبكم جدا. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا.